الحكاية بتبدأ مع مركب قديمة بتستعد للإبحار. على المركب دي بنقابل يونجا. يونجا راجل فقير وما كانش معاه فلوس يدفع أجرة السفر، ده غير انه تجاهل كل الناس حواليه وبدأ يفتكر أيام زمان لما كان صغير. والد يونجا يبقى معلم فنون قتالية مشهور اسمه هو، ويونجا كان بيراقبه طول الوقت لأنه قوي وماهر جدا. وفي يوم من الأيام يونجا حاول يدخل مدرسة الفنون القتالية، لكن والده المعلم هو زعقله وأمره يروح يذاكر. يونجا بيحب الكونج فو ونفسه يبقى مقاتل اسطوري زي والده، عشان كده قال لصديقه جينسن يسيب المذاكره. بعد كده الاتنين دخلوا غرفه المعلم هو وفضلوا يتفرجوا على جوائزه في الفنون القتاليه. تاني يوم يونجا وجينسن اجتمعوا وسط السوق مع كل الناس، لان المعلم هو هينافس مقاتل محترف اسمه زاهو. ومن اول المباراه المعلم هو سيطر، لكنه رفض ينفذ الضربه القاضيه لانه كان ممكن يقتل خصمه. فزاهو الندل استغل الفرصه وكسب. طبعا هو اتصدم وما كانش مصدق عينيه لانه اول مره يشوف والده بيخسر، ده غير ان ابن زاهو فضل يتريق عليه وقال له انت والدك راجل ضعيف. فيونجا اتعصب وتحداه لقتال، بس للاسف يونجا خسر واتهزق لان ابن زاهو اكبر منه في السن. بعد كده وعد نفسه انه هيبقى اقوى مقاتل في الصين كلها ومفيش اي حد هيقدر يهزمه. تاني يوم يونجا سرق كتاب الفنون القتاليه بتاع والده وخباه مع جينسن، لكنه اتفاجئ ان الخادم نادى عليه وقال ان المعلم هو عايز يشوفه. المعلم هو زعق ليونجا لانه اتخانق بدون اذنه وكان عايز يضربه، لكن والدته انقذته على اخر لحظه. من هنا يونجا كان بيتدرب طول الوقت وخلى صاحبه جينسن يخلص له واجبات المدرسه. وفي يوم من الايام يونجا اتحدى ابن زاهو لقتال ومسكه هزقه قدام كل اصدقائه. بعد ما يونجا انتصر بالمعركه استمر في هزيمه كل اعدائه لحد ما كبر وبقى عنده بنت صغيره. واول ما قابل والدته بنعرف ان المعلم هو اتوفى، لكنه وعدها انه هيبقى اقوى مقاتل في الصين كلها وهيخلي والده فخور بيه. بعد كده راح عشان يعزيه في حزن شديد. تاني يوم يونجا دخل نهائي بطولة تنجن القتالية، ودي تبقى اكبر بطولة كونج فو في الصين كلها، لكنه اتفاجئ ان خصمه هو ابن زاهو اللي ضربه وهو صغير، ده غير ان المعركة كانت على برج عالي جدا. في البداية القتال كان متعادل لان الاتنين مهارتهم متقاربة، لكن مع الوقت ابن زاهو بدأ يتفوق لانه بيستخدم فن الجبل القتالي وقرب يوقع يونجا من فوق البرج. فيونجا استجمع قوته من جديد واستخدم اساليب القتال السريه اللي اتعلمها من كتاب والده لحد ما قدر يسيطر على ابن زاهو وضربه ضربه وقعته من فوق البرج، لكنه هبط بامان. والحكم اعلن فوز يونجا وسط سعاده كبيره من الناس كلها. بالليل يونجا عمل احتفال ضخم بمطعم صديقه العزيز جينسن، ومن كتر شهرته في 2 شباب حضروا وقالوا انهم عايزين يتدربوا تحت ايده. فيونجا وافق والجميع فضلوا يضحكوا في سعادة. بعد الاحتفال جينسن قال ليونجا يخلي باله لان شخصيته اتغيرت وبقى مغرور، لكن يونجا قال ان القوة هي اهم حاجة في الدنيا. بعد كده لف كل المدن الصينية وتحدى اقوى المقاتلين واحد ورا واحد، لدرجة انه قاتل اكتر من 20 شخص في نفس الوقت ومفيش اي حد كان قادر يوقفه. للاسف يونجا غروره سيطر عليه وقبل كمية متدربين كتير. اما جينسن حس بالقلق وقال له انت كده هتفلس لان المتدربين بياكلوا على حسابك، بس يونجا رفض يسمع كلامه وتجاهل نصيحته. تاني يوم الصبح يونجا كان بيتمشى في الشارع مع تلاميذه وبالصدفة قابل المعلم شين. شين هو المقاتل الوحيد اللي يونجا لسه ما غلبهوش، بس الاتنين بيكرهوا بعض وعايزين يتنافسوا عشان يعرفوا مين الاقوى. بالليل الخادم قال ليونجا انه فلس وبقى عليه ديون كتير بسبب افعاله، لكن فجأة واحد من تلاميذه حضر وهو مصاب بشدة. ولما يونجا سأله مين عمل فيه كده التلاميذ قالوا ان المعلم شين هو السبب. في الوقت ده شين كان بيحتفل بعيد ميلاده مع ابنه واصدقائه، لكن فجأة يونجا قاطع الاحتفال وقال انه عايز يتحداه في قتال حتى الموت لانه تعدى على تلميذه. وهنا جينسن ظهر وقال ليونجا انت اتجننت ولو دخلت القتال ده مش هتكلم معاك تاني. فيونجا الغضب اعماه وتجاهل نصيحة جينسن. بعد كده كل الناس مشيوا من المبنى ويونجا اتقاتل مع شين وش لوش. في البداية الاتنين كانوا متعادلين لانهم اقوى معلمي كونج فو بالصين، وفي وسط المعركة يونجا قدر يتفادى هجمات شين واصابه في رأسه، فشين فقد اعصابه وكسر سيف يونجا من الغضب. بعد كده القتال ما بينهم استمر دقايق طويلة لدرجة ان اسلحتهم اتدمرت تماما وبدأوا بالقتال بايديهم. فيونجا استغل ان شين كبير في السن وسيطر عليه بالكامل، لكنه رفض يسيبه يعيش وقتله بالضربة القاضية. اول ما يونجا خرج من المبنى تلاميذه حيوه في سعادة. اما ابن
المعلم شين ما كانش مصدق اللي حصل لان والده ما بين الحياة والموت. تاني يوم يونجا صحي بدري وفضل يتمشى في الشوارع، لكنه اتفاجئ ان جينسن بيقول له المعلم شين مات في المستشفى واولاده بقوا يتامى. فيونجا عرف ان كل ده بسبب غروره، واول ما روح البيت عشان يستريح اتفاجئ ان والدته اتقتلت هي وبنته الصغيرة، فقعد يبكي عليهم. بعد كده قابل ابن شين واعترف ان هو اللي قتلهم عشان ينتقم لوالده. في النهاية يونجا قتل ابن المعلم شين قدام والدته واخته، لكنه عرف ان غضبه هو اللي سبب الفوضى دي كلها. بعد كده التلميذ اللي اشتكى ليه من الاول اعترف انه كان سكران واهان زوجة المعلم شين، عشان كده ضربه. فيونجا اتصدم وترك المدينة كلها عشان يهرب من الخراب اللي عمله بسبب غضبه وغروره. للأسف يونجا دخل في حالة اكتئاب واصبح متسول بعد ما كان اقوى مقاتل في الصين. لكن في يوم من الايام وهو بيتمشى على ضفاف النهر وقع في المية وكان عايز يسيب نفسه يموت لانه افتكر والدته وبنته، بس من حسن الحظ اهالي قرية بسيطة انقذوه على اخر لحظة واخدوه عشان يعالجوه. البنت اللي كانت بتهتم بيونجا اسمها مون، وفضلت تجيب له اكل كل يوم لحد ما فاق من الغيبوبة. بعد كده غسلت شعره في النهر عشان ينضف. اول ما يونجا خرج للحياة مع اهل القرية كل الاطفال كانوا فرحانين بيه وفضلوا يحتفلوا معاه بسعادة. فيونجا ابتسم لاول مرة من فترة طويلة. بعد كده السيدة اللي انقذته قالت انه هيبدأ يشتغل مع رجال القرية في زراعة المحاصيل. بالفعل يونجا اشتغل باقصى مجهوده وكان بيزرع المحاصيل بسرعة رهيبة، بس المشكلة انه وضعهم غلط واضطر ان هو ومون يزرعوهم من جديد. يونجا بقى واحد من اهل القرية وامضى معاهم سنة كاملة. لكن في يوم من الايام لما كان شغال في الحقل في واحد من الناس قال ان جوي اخو مون الصغير اتخطف من قبيلة همجية ولازم ينقذوه. اول ما اهل القرية وصلوا عشان ينقذوا جوي قائد القبيلة الهمجية قال انهم قبضوا عليه لانه كان بيسرق منهم ولازم ياخد جزاؤه. فيونجا قال انه هيتعاقب بدلا منه، وهنا قائد القبيلة نزل طحن في يونجا، ولانه محترف بفن المواي تاي ضرباته كانت مدمرة جدا. لكن فجأة يونجا افتكر مهاراته الاسطورية بالكونج فو واتصدى لهجمات قائد القبيلة ببراعة ملهاش مثيل لحد ما العقاب انتهى وقائد القبيلة حياها على قوته الرهيبة وحرر اسر جوي عشان يرجع مع اهله بامان. من اليوم ده كل اهل القرية بقوا يحبوا يونجا كأنه واحد منهم بالظبط، ده غير انه بيشتغل بجد طول الوقت وعمره ما بيتكاسل. لكن يونجا كان دايما بيفتكر ماضيه وفضل يتخيل صورة والدته وبنته لحد ما في يوم من الايام قال لمون انه قرر يرجع لمدينته من جديد عشان يزور مقابر اهله. فمون اتمنت له السلامة وقالت انه لو عايز يرجع القرية هترحب بيه في اي وقت. بالفعل يونجا انطلق لمدينة تنجن الصينية اللي اتربى وعاش فيها زمان، لكنه اول ما وصل اتفاجئ لانها اتغيرت بشكل كبير بسبب قوات الاحتلال البريطاني. بعد كده رجع بيته ولما خبط على الباب خادمه المخلص رحب بيه واستقبله في سعادة رهيبة. اول ما يونجا دخل البيت افتكر الماضي وراح لغرفة والده، ده غير انه بدأ يحرق كل الشهادات والجوائز اللي كسبها من القتال وقال ان الغرور والغضب هم اساس المشاكل في العالم. يونجا زار مقابر عائلته عشان يعزيهم ووعدهم انه هيبقى شخص جديد وعمره ما هيأذي اي حد من اجل اثبات قوته. بعد كده راح مطعم صديقه جينسن عشان يزوره، لكن جينسن رفض يتكلم معاه وارسل له كتاب الفنون القتالية اللي سرقوه وهم صغيرين. فيونجا حس بالحزن لانه افسد صداقتهم بغروره وقرر انه لازم يصلح اخطائه باي شكل. عشان كده راح يقابل زوجة المعلم شين واستأذنها انه يعزي جوزها لانه ظلمه. لما يونجا كان مروح البيت اتفاجئ ان تلاميذه بقوا شغالين بلطجية في الشارع، واول ما شافوه اعتذروا على افعالهم وترجوه يسامحهم. في الوقت ده مصارع امريكي ضخم نشر في الجرايد انه يقدر يغلب اي راجل صيني بسهولة. فيونجا اتعصب بشدة لما عرف الخبر وطلب من جينسن يستخدم معارفه وينظم له قتال ضد المصارع الامريكي ده، لكن جينسن قال له كل المشاكل اللي حصلت كانت بسبب القتال ورفض يساعده. بعد فترة قصيرة لما يونجا كان في بيته وصلته رسالة من صديقه جينسن عرفوا فيها انه نظم له القتال ضد المصارع الامريكي، وبالفعل الحلبة حضرها الاف المشاهدين من الانجليز والصينيين. في البداية المذيع قدم اوبراين الامريكي اضخم مصارع في العالم، بعد كده قدم يونجا معلم الفنون القتالية الصيني. من اول القتال بيظهر فرق الحجم الرهيب ما بين الاتنين، بس يونجا كان بيتميز بذكائه وسرعته الرهيبة عشان كده قدر يتفادى كل ضربات اوبراين واستخدم قوته ضده لدرجة انه خلى الجمهور يضحكوا عليه. طبعا اوبراين اتعصب وبقى عامل زي الطور الهايج لانه مش عارف يسيطر على يونجا، لكن في وسط المعركة اوبراين اخد ضربة كانت هتوقعه على الاسياخ الحديدية الموجودة
موجودة بجانب الحلبة، فيونجا انقذه على اخر لحظة. في النهاية اوبراين حياها على روحه الرياضية، وخبر انتصار يونجا انتشر في كل الصحف. بعد الماتش جينسن قابل يونجا وقال انه سامحه اخيرا لانه رفع راس الصينيين من جديد واثبت قوتهم، ده غير انه اعطاه مبلغ مالي كبير عشان يبني مدرسة فنون قتالية. فيونجا قال ان الصينيين لازم يتحدوا مع بعض عشان يهزموا قوات الاحتلال، واول ما اسس المدرسة ناس كتير من كل الاعمار حضروها، ويونجا علمهم ان الكونغ فو للدفاع عن النفس مش لقتال الضعفاء. في الوقت ده قوات الاحتلال بدأوا يفكروا هيهزموا يونجا ازاي، فالسفير الياباني قال ان عنده خطة ذكية. تاني يوم يونجا وصلته دعوة للقتال ضد اقوى 4 مقاتلين في العالم، ومع ان جينسن طلب منه يرفض الدعوة الا ان يونجا وافق لانه لازم يرفع راس الصينيين. بالفعل المباراة نظمت في حلبة ضخمة جدا حضرها اغنى الاغنياء، وبعد ما يونجا استعد مع صديقه جينسن دخل الحلبة وقاتل الملاكم البريطاني، لكنه سيطر عليه بسهولة تامة وغلبه في اقل من دقيقة. بعد كده واجه مقاتل الرمح البلغاري وفضل يتفادى ضرباته بسرعة البرق لحد ما اتمكن منه في النهاية. تالت مقاتل كان المبارز الاوروبي، فيونجا استخدم مهارته بالقتال بالاسلحة وانتظر الفرصة المناسبة. بعد كده اخد سيف خصمه وخلاه يستسلم. المقاتل الرابع والاخير كان الساموراي الياباني. يونجا استخدم سلاح سانجيجان الصيني، اما خصمه استخدم الكاتانا اليابانية. ومن اول المباراة الاتنين كانوا متعادلين لان قوتهم متساوية، بس في وسط المعركة في شخص بدل شاي يونجا بشاي مسموم، ولما الجولة خلصت بالتعادل يونجا استريح وشرب الشاي لكنه ما يعرفش انه مسموم وبدأ يكح دم وسط الحلبة. فصديقه جينسن قال له ينسحب عشان يتعالج، بس يونجا رفض يستسلم لانه لازم يرفع راس الصينيين ورجع للقتال من جديد. مع ان يونجا مصاب بشدة ومش قادر يقف الا انه اتمكن من المقاتل الياباني ورفض يقتله بالضربة القاضية. بعد كده وقع على الارض من السم، فالمقاتل الياباني بذات نفسه اعترف انه خسر ورفع ايد يونجا، وبكده يونجا رفع راس الصينيين وخلاهم فخورين بيه قبل ما يموت. وده كان ملخص فيلم فيرلس. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.